لم يسلم سليم من الحرمان من مواصلة تعليمه، فقد اضطرته ظروف عائلته إلى هجر مقاعد الدراسة والعمل بائعا متجولا في الشوارع. أنا حابب أروح الصبح على مدرسة أحمل شنطتي زي الأولاد. سليم ضحية والده المتزوج من امرأتين، وقد أجبره على هذا العمل لمساعدته في إعالة عائلته الكبيرة، ولم يتردد في ضربه عند التقصير. ضربني في إيدي، في الحجر، في الخشب، في العصي. ضربني كف. نزل دمي من منخاري. سليم ليس الوحيد الذي اغتالت الظروف طفولته، عديدون مثله يخاطرون بحياتهم في الشوارع، والظاهرة آخذة بالانتشار. ظاهرة عمالة الأطفال بفلسطين بشكل عام هي ظاهرة منتشرة ومرتبطة بشكل أساسي بالوضع الاجتماعي والاقتصادي اللي بتعيشها الأسر الفلسطينية في ظل السياسة الإسرائيلية المفروضة على الشعب الفلسطيني. وهو ما دفع الجشعين إلى استغلال أطفال من العائلات المحتاجة. أنا بشتري البضاعة هاي وببكتها في الليل عندي هان، وبستغل الأولاد اللي بيشردوا من المدارس بخليهم يلفوا في الشوارع يبيعوا، والمغرب بيرجعوا علي بحاسبوني. هذا ما يجري في فلسطين الآن رغم تحريم القانون ومعاقبته للجنات. أدفع نصف عمري للذي يجعل طفلا باكيا يضحك، هذا ما قاله توفيق زياد، ولكن عشرات من الأطفال يستغيثون وما من مجيب. سماهر حجازي، رام الله المحتلة.